بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. ضيفنا ومعلمنا هذه الحلقة فضيلة الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا بكم وبه دكتور سعيد. مرحبا أخي أحمد، الله يبارك فيك ويهنيك. مقام رمضان في قلب المسلم مقام كبير فعلا وقولا، جلال ووقار وأدب وتحول، بل وتغيير نفسي من الأسوأ إلى الأحسن في اعتبار المسلم، تحلية وتخلية. هذه جملة من المقامات التي يرومها المسلم أن يبلغها في رمضان. يقول شاعر محب لرمضان: أتى رمضان وهو أجل شهر، أقمه لكبح نفسك باللجام، تحاشى الفسق فيه فليس يرجى قبول الصوم إلا بالتحام. دكتور ما شاء الله. الله يبارك فيك. أتى رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتى رمضان فمرحبا به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيام أيامه وقيام لياليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء هذه الشعيرة، هذه الفريضة، أحسن أداء. رمضان شهر فضيل، وهو يقال أنه ضيف كريم، ولكن دعني أخي أحمد أقول فكرة ربما تناقض أو تعالج هذا الرأي. فالحقيقة نحن الضيوف وليس رمضان. صحيح. بدليل أننا نموت ويبقى رمضان. صحيح. هناك أناس صاموا الشهر الماضي وصاموا الشهر ما قبل الماضي، ولكن لم يصوموا أو يعني هذا الشهر. وهناك من يصوم هذا الشهر ولكن قد لا يصوم العام القادم، والله أعلم. صحيح. لذلك نحن ضيوف، ولكن رمضان هو الدائم الثابت إلى أن تقوم الساعة. طيب، هذا الشهر العظيم كما قلتم حقيقة في عبارة لطيفة جدا، وهو صاحب مقام رفيع: تخلية وتحلية. هذا كلام مختصر ينبئ عن مقاصد عديدة لهذا الشهر العظيم، مقاصد إيمانية تعبدية، مقاصد تربوية، مقاصد اجتماعية وسلوكية، ولكن يمكن اختزال كل هذه المقاصد في كلمتين: تخلية وتحلية. على المسلم الذكي الفطن أن يستثمر هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الفضيل، في التخلي عن الرذائل، في ترك والتخلي عن العادات السيئة، وفي المقابل التحلي بالفضائل، التحلي بمكارم الأخلاق، التحلي بمحاسن العادات. تخلي وتحلي. إذا أحسننا استثمار هذا الشهر الفضيل سنتخلى عن العادات السيئة. أذكر على سبيل المثال الكسل. للأسف نخشى أن يرتبط الكسل بالصيام أو بهذا الشهر. حينما نعود إلى تاريخنا المشرق يا أخي أحمد، نجد شهر رمضان شهر الانتصارات. صحيح. شهر الإنجازات، شهر الفتوحات. يعني في هذا الشهر تمت يعني الانتصار الأكبر في غزوة بدر الكبرى، وكذلك في هذا الشهر المبارك فتح مكة إلى آخره من الانتصارات. وعبر العصور يعني تاريخ المسلمين المشرق المضيء ينبئنا
أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات لا شهر الانكسارات، شهر الفتوحات والطاعات لا شهر الجرائم والمنكرات. ولكن للأسف الشديد إذا كان بعض الناس الآن يعتبروا شهر رمضان هو شهر الكسل. يعني جاءني منذ مدة يعني سؤال هكذا يقول لك في كل رمضان يعني تتحول المساجد إلى دورتوار، هكذا كتبها، إلى دورتوار معناه إلى مرقد. ما نقولوش الناس ما ترتاحوش ولكن بصراحة يعني لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. شهر العمل، شهر الإنجازات، شهر الفتوحات، شهر الانتصارات، شهر الجد والعمل. إذن نستثمر هذا الشهر الفضيل لنتخلى عن الكسل ونرنو إلى العمل ونحب العمل والإنجاز والإبداع، وكذلك تأخير الأعمال. بعض الناس تروح يخدم لك عمل معين يقول لك خليه بعد رمضان، وكأن رمضان ما فيه لا إنجاز عمل ولا شيء، خليه بعد رمضان. تقول يا أخي هذا العمل لا يأخذ منك 10 دقائق مثلا، وثيقة إدارية أو شيء من هذا القبيل، يقول لك لا خليه بعد رمضان راني تعبان وكذا. والتأخر أيضا في الالتحاق بالعمل، يعني صايم، وكأن الصيام معناه لازم يكون فنيان، لازم يكون يتكاسل ويضيع مصالح الأمة ويضيع مصالح الناس. يا أخي أحمد الحاذق هو اللي يعرف قيمة الوقت. قيمة الوقت هو الحياة كما قال أحد العلماء، الوقت هو الحياة. ما يلزمش الموظف مثلا بس باش يجي على 8 ولا على 8 ونص لازم يجي على 10 ولا 11 وكذا بدعوى أنه صام، بدعوى لا نختفي وراء الصيام. هذه فريضة نستثمرها في بناء الإنسان، نستثمرها في التخلي عن العادات السيئة. واسمح لي حتى اللي يدخنوا مش عارف اللي عندهم هذا الشمة وكذا، كاين من الناس اللي يستثمروا هذا الشهر في التخلي عن هذه العادة السيئة جدا التي تضر المال وتضر الصحة وتضر كل شيء. فرصة سعيدة إذن لنتغير من حسن أو من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. ربنا قال في القرآن الكريم في سورة الرعد، ونحب نسمي هذه الآية آية راعدة، الآية رقم 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعطلنا ربي سبحانه هذا الشهر المبارك باش نحقق هذه الإنجازات ونتخلى عن العادات السيئة، وفي الوقت نفسه نستثمر الأيام نتاعو الفاضلة في الصيام والليالي الشريفة أيضا في القيام وفي الاجتهاد في الطاعات وقراءة القرآن والذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وفي صلة الأرحام، وفي ختم القرآن الكريم، وفي الاستماع للدروس والمواعظ في مساجدنا، وفي إعمار هذه المساجد، وكذلك في إصلاح ذات البين. يا أخي أحمد نخشى أن يتحول رمضان عند بعض الناس إلى فرصة للمشاكل والنرفزة والعياط والغضب. والله لا عيب، والله لا عيب. شهر رمضان عنده مقام كما قلت في مقدمة اللقاء يا أخي أحمد، عنده مقام في الجزائر وفي المغرب العربي بل وفي العالم الإسلامي، خاصة في مغربنا العربي وخاصة في الجزائر الحبيبة، عنده مقام رفيع يا أخي أحمد. حتى النساء اللي عندهم أعذار بالأعذار الشرعية باش يفطروا سرا، باش هذه هيبة تاع رمضان، مقام رفيع، مقام شريف جدا. إذن ماذا بك نستثمر هذه الأيام في الطاعات وفي القربات وفي الأعمال الصالحات، وكذلك في الابتعاد عن الغضب والمشكلات والعياط في الأسواق وفي الطرقات وفي البيوت. للأسف الشديد بعض البيوت تشكو من هذا الهم. العائلة تجتمع من جهة أخرى شيء طيب، إذا كان في الأيام الأخرى كل واحد هذا يفطر وهذا على 5 وهذا يتعشى على 7 وهذا على 12 تاع الليل، ولكن رمضان من بركاته أن تجتمع العائلة، ولكن تجتمع للخير، ماشي كي يتلاقاو في المايدة يروحوا يدابزوا والكلام اللي مش مليح، ولا على جال المأكولات هذيك اسمحوا لي كلما اشتهيتم اشتريتم كما يقول عمر بن الخطاب. لا، نعم قد المسلم الآن يحسن شوية الغذاء نتاعو في رمضان، يحتاج إلى طاقة إضافية وكذا، ليس في ذلك حرج، ولكن الإسراف والتبذير والطرف هذا أمر مرفوض بجميع المقاييس، بالمقاييس الشرعية، بالمقاييس الصحية، بالمقاييس الاقتصادية. علاش الإنسان بعد ما يخلص رمضان يلقى روحه مدين بملايين ويقول خطر رمضان خطيه؟ يعني لا يحاسب، لا يؤخذ الدين أو شعيرة من شعائر الدين
بجريرة المسلمين أو بأخطاء المسلمين. نحن نتدرب من أجل استثمار هذا الشهر في الخيرات وفي البركات. نسأل الله عز وجل أن يدركنا، أن يلحقنا ويدرك رمضان وأن يوفقنا لاستثماره، فهو شهر الاستثمار. شهر الاستثمار ويا سعادة المستثمرين. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور سعيد البوزي. رمضان آت ورمضان ماض، والله المستعان في قيامه إن شاء الله. طيب شيخنا، قبل أن نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية نستسمحك في الإجابة عن انشغالات، اسمح لي أن أسميها صاحبة الرسالة المجهولة. هي رسالة مليئة ولكن الاسم غير موجود، بعثت لكم لا بأس بذلك، نجيب صاحبة الرسالة. بارك الله فيك يا أحمد، جزاك الله خير. ولكن يعني إذا كان جاتني مكالمة كنت قاطعني عادي يعني. لا خذ راحتك. الله يبارك فيك. ففعلا صاحبة هذه الرسالة، يعني كيف أدركت أنها صاحبة وليس صاحب؟ لأنه في جملة من الجمل يعني استعملت صيغة التأنيث فعلمت أنها صاحبة الرسالة. أشكرها جزيل الشكر على هذه الرسالة الطويلة، تقريبا في 12 صفحة، ولكن المرسلة مجهولة، يعني ما كتبتش الاسم تاعها، وتمنيت لو كانت المرسلة يعني أرسلت عنوانها نعم من أجل التواصل معها. صح. لأنها أثارت جملة من القضايا. أيوة. يا أخي أحمد، دعني أذكر بعض أو أهم هذه القضايا. تحدثت في البداية عن موضوع الربا، وربما لامت يعني شيوخ الحصة يعني بعض اللوم، لوم لطيف يعني ولومها مقبول، أن الحصة لم تعالج كثيرا بعمق موضوع الربا. ولكن ردي على ذلك يا أختي الفاضلة، هذا المنبر المبارك عالج موضوع الربا بشكل مفصل وبصيغ عديدة ومرات عديدة. تحدثنا عن ربا الفضل وربا النسيئة وانواع الربا والى اخره، وتحدثنا وجبنا الادله القرانيه وادله من السنه النبويه الشريفه، واحل الله البيع وحرم الربا في القران الكريم بصيغه التحريم القطعيه، وذكرنا بان موضوع الربا يدخل في دائره المحكمات وفي دائره القطعيات، أي وردت فيه نصوص قطعية دلالة ثبوتا ودلالة في الكتاب والسنة، إذ لا اجتهاد في مورد النص. وكيف النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أن يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. وتحدثنا عن تبادل العملات وشراء العملات، كل هذه المسائل عالجناها بكثرة في هذا المنبر المبارك، منبر هلا سألوا. هذا بالنسبة لهذا الموضوع. ردا ربما هي لم تلاحظ أو لم تشاهد جميع الحصص، فلا الحق أن تقول ما قالته في رسالتها. أما حديثها عن القرض الحسن، أيضا ذكرنا هذا. القرض الحسن يعني صاحبه مأجور. إذا كان إنسان يسلف مبلغ الإنسان واحد آخر، كما ذكرت هنا بعض الأمثلة، يسلف له مثلا 100,000 دينار جزائري، المقترض لابد أن يرجع ذلك المبلغ في الوقت المحدد. طيب سيدي، ولكن إذا كان المقترض يعني ما قدرش، لازم هو يتأدب ويستأذن من المقرض من المدين، يقول أنا التزمت بتسديد ذلك المبلغ في الوقت الفلاني ولكن ما قدرتش، على لازم هو يستأذن. هذا من الأدب ومن تطبيقه لقوله تعالى كما ورد في سورة المائدة في أول آية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سيت ان انغاجمون، هذا عقد التزام. وربي قال في سورة قاف في الآية 18 في القرآن الكريم، ربي يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن هذا كالدائن نقول له، قال لك ربي سبحانه: ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة أو ميسرة. مع أنت ما تحرصوش. إذن يا أختي الكريمة هذا ذكرناه، وتحدثنا بأن المقرض أو الدائن له أجر، ما يشوفش غير هذاك المبلغ أنه حرم منه لمدة سنة أو 6 شهور أو عام أو عامين، لا، في المقابل عنده أجر عند ربي سبحانه عز وجل. أما ما أثرناه في هذا الموضوع، قلنا بالنسبة للقدرة الشرائية للعملة هذا موضوع عميق. إذا كان واحد الإنسان يسلف مثلا 10 ملايين شخص هذه السنة، باش يرجعون بعد سنة ولا سنتين، هو يرجع بعد 30 سنة، أكيد القدرة الشرائية تختلف، أكيد تختلف. ولو ربطنا ذلك بالذهب السعر المرجعي لحل هذا الإشكال.
نشوفوا 10 ملايين اليوم شحال تشري من الذهب، ونشوفوا بعد 20 سنة هل ترى نفس المقدار من الذهب نشريه ب10 ملايين؟ الجواب لا. الجواب لا. لو كان نرجعوا فقط لمقادير الزكاة سوف ندرك هذا. طبعا هذا الموضوع نعم هناك مكالمة. طيب سامحنا شيخنا، نعم سنعود إلى هذه التفاصيل، ولكن نستقبل السيدة أم مسلم والسيدة طاوس من فرنسا ثم نعود لك. سيدة أم مسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. والله عندي مشكلة فضيلة الشيخ، نتمنى أن نلقى إجابة عندكم. مرحبا سيدة مسلم. والله أنا يا سيدة أم مسلم متزوجة وعندي 2 أولاد، وبحكم أني عايشة في بيت الأهل الزوج تاعي يعني مدة عندي 4 سنوات، لأن الزوج تاعي متغرب في يعني العمل تاعه في فرنسا. وفضيلة الشيخ أني كان عايشة مع أهل الزوج بمشاكل يعني هكا، بصح في المدة الأخيرة كانت حصل لي مشكل كبير مع الأخ الزوج تاعي يعني سلفي، وكانت عندي مدة عام هذا سلفي مانيش نتكلم أنا وياه، صرنا مشكل بيناتنا. والمدة الأخيرة هذه في الشهر هذا يعني كان حالف فضيلة الشيخ من قبل، يعني كان يقول باللي لازمني نخرجها هي ولادها، تفهم فيا؟ ايوه. ومن بعد خلاص المده هذه الاخرى يعني صار لي مشكل انا وياه، مشكل كبير، كان حاضر الزوج تاعي يعني المشكل سبب لي مشكل كبير، وكما نقولوا احنا بقيت انا وياه كما نقولوا حنايا. ومن بعد الزوج تاعي انه اصر يعني يديني البيت اهل تاعي. في البدايه انا قلت له يعني فضيلة الشيخ قلت له ما نروحش، يعني ما طلبتش منه انا نروح، هو اللي طلب انه يديني. ومن بعد فضيلة الشيخ كي داني البيت الاهل تاعي انا قلت ربما يعني في لحظه غضب برك يعني نهار ولا زوج نولي. كي روحت قعدت 9 ايام فضيلة الشيخ، مده هذيك 9 ايام فضيلة الشيخ يعني كانت ما كيداني لدار تاعي، لدار الاهل تاعي، زاد الزوج تاعي صرات له مشاكل شوي مع الاهل تاعي. مدة هذيك مدة 6 أيام طلب الزوج تاعي أنه كلمني وقال لي لازمك تروحي ترجعي للدار. كي قلت للوالد تاعي قلت له راه الزوج تاعي طلبني باش نروح للدار، قال لي لا ما تروحيش. قلت له عليها، قال لي لازم اشرط أنه الزوج تاعي يجيب الوالد تاعو والوالدة باش نرجع. الزوج تاعي ما أصرش وقال لك لا الوالد تاعي ما يجيش، وانا بحكم اني عايشه معاه فضيلة الشيخ وشايفه يعني العقليه تاعهم كل الوالد تاعو انه ما يجيش وما نرجعش انا الاهل الدار تاعي. بعد خلاص يعني فضيلة الشيخ انا قعدت نحس في روحي اني قعدت في النص بين اختي بين الاهل تاعي والزوج تاعي واولادي. وانا فضيلة الشيخ انه الزوج تاعي ما وصلنيش، يعني عايشه معاه في رحمه ربي، هو المشكل بينه وبين الاخ تاعو. انا خممت ما لقيتش حل، يعني الحل كان في ايدي انا نرجع ولادي، ورجعت. كي جيت راح نرجع للزوج تاعي فضيلة الشيخ انا طلبت من الوالد تاعي، قلت له الوالد تاعي راني غدوه باش نروح لداري ونروح للزوج تاعي ولولادي. في البدايه فضيلة الشيخ سكت، ما قال لي حتى مشكل، ما قال لي لا تروحي لا ما تروحيش الاول. انا صباح زيت ولادي وروحت لداري. ذكر انا فضيلة الشيخ راني عايشه في داري مع ولادي رحمه ربي لاباس عليا، بس على الاهل تاعي قاطعوني، ما حبوش يتكلموا معايا، ما يهضروش معايا فضيلة الشيخ. والوالد تاعي اليوم رايح للعمره، وانا فضيلة الشيخ كلمته ما حبش يهضر معايا، كب عليا التليفون ما حبش يهضر معايا، هو ماشي لي من العمره. فضيلة الشيخ انا ما لقيتش حل، يعني غلطه ولا مانيش غلطه، انا رجعت لداري وولادي فقط. لا حول، ممكن تخليها تفاش سيدة مسلم، تخليها تفاش. نعم والله استمعنا بقلوبنا لهذا الإشكال، وربي يوفقك لما فيه. أنا نلقى إجابة عندكم، شكرا ربي يخليكم. الله ينورك، يجيبك. خليك معنا سيدة مسلم. طيب لا بأس، ربما قطعت. تسمعي الجواب الكافي والشافي، وربي يوفق إن شاء الله ويهدي أبو السيدة أم مسلم لما فيه الخير. طاوس فرنسا. السلام عليكم. مرحبا أختنا الطاوس، لاباس بيك عايشك. الله ينورك، تفضلي. الشيخ قال لي يقضي الصلاة، يقضي نهار صبح ولا يبدأ من الظهر؟ أيوة تسمع فيا؟ نسمع فيك. إيه والسؤال الثاني؟ اللي قلت لي يقضي الصلاة تاع نهار ولا زوز، ولا يبدأ من الصبح ولا يبدأ من الظهر؟ أيوة. هاي واللي يصلي قيام الليل بالمصحف يزوز في الدار. اللي يصلي قيام الليل ايوه
بالمصحف. ايه يجوز له يقرأ بالمصحف ويصلي قيام الليل؟ نجاوبوك ان شاء الله سيدة طاووس. ايوه ان شاء الله يرحم والديك وعيش. سيدة طاووس بارك الله فيك. الله. شكون وشكون اللي معاك عنده اسئله اخرى؟ على هذه تاع اللي يصلي قيام الليل بالمصحف. بالمصحف. الله يبارك. تحياتنا لك سيدة طاووس. وش يدير يواسي بصورة صغار. ايوه داكو. هذو هما الاسئله. هذه هي. الله يبارك فيك حاجه طاووس. هذا المكان وي. صح حيتي الحاج. صح. وشنو الحاجه؟ هاي انا نسالك على ولدي. ولدك ايه؟ ولدي بكري كان عايش مع واحدة أجنبية وجاب معها طفل، بصح بعد ما الطفل هذاك بقى دار الحلال وشاهدت وقرينا الفاتحة بالطالب وشاهدت قدام الطالب وبعد دار عقد شرعي ماناش عارفين كيفاه. ايوه طيب ان شاء الله يكون خير سيدة طاووس. هادو هما اسئلتك. عندك سؤال نفهم فيك ايه؟ هادو ما يرحم والديك وكثر خيرك. الله يسترك. الله ينورك الله يحفظك. الله ينورك حاجة طاووس. صحة بالسلام عليكم وصحة رمضانكم. الله يسلمك حاجة طاووس. إلى أين أمين قلت لي؟ سوكي كده الأخت حورية. الأخت حورية من سوكي كده. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شوف خويا حبيت نسأل سؤالي. أنا عندي عدة أسئلة بصح بالك طول الوقت. لا بأس سيدة. أسئلة ولا؟ تفضلي بكل أسئلتك سيدة حورية لا بأس. ربي يعيشك. حبيت نسأل الشيخ. أيوة. حكموا حكموا. شوف أنا نهار لما كنت حامل. ألو. أيوة كنت حاملا. لما كنت حامل ثم وعد زوجي قال لي نهار تجيب طفل ولا طفل المهم ندير زرع في سبيل الله يذبح في سبيل الله. زوجك؟ نعم زوجك هذا؟ زوجي ها. ايوه. ومن بعد كما كي قال هكا كي خلق عندنا وليد ورزقنا ربي بوليد. ما قلت انا نويت زيد عقيقه مع هذيك هو شغل قال الزردة وانا قلت نويتها عقيقه. هل يعني يجوز هذا ولا لا يجوز؟ وانتم ما درتوا عقيقه؟ ما زدت لحد الان ما درتهاش. وراه عنده ذوك عامين و4 شهور. هاي يعني تجوز يعني نديروا ذوك العقيقه ولا ما لا تجوز؟ ايوه طيب. ايوه. والسؤال الثاني انا عندي زوجي. انا عندي خوت ذكوره وزوج بنات. الله يبارك. حيا يبارك فيك. اخو هذا تما شويه هكا نيه هكا زوجي هذا شويه نيه هكا مسكين وما يقراش وكل شيء. اخو هذا عنده خو تما حكروا داروا الورث به كامل داهولو ما عطاه والو. يعني عندهم زوج حوانت عنده بقرات هكا في الريف. عنده البيوت داروا كل سنه عطانا احنا غير بيت واحد. ومن بعد الو. ايوه. ومن بعد كي طالبنا بحقنا ما حبش يمد قال ما نعطيهم ولا شيء. هذا السفين قال ما نعطيهم حتى حاجه. اخو زوجي هذا قال ما نعطيهم ولا شيء. ومن بعد رحنا للمحكمه شكينا بهم. ومن بعد كي شكينا بهم من بعد قالوا لنا نعطيكم سحبوا فرق الشكوى ونعطيكم. واخوه الاخر ثاني نفس الشيء. ومن بعد كي سحبنا الشكوى قالوا نعطيكم حقكم. ومن بعد كي سحبنا الشكوى رفضوا ما حبوش يمدوا لنا نعطونا والو. الو. ايوه. يعني درك يعني الشيخ حبيت نسال انا يعني هل يعني درك نقدر نطالبهم مره ثانيه او نسمع نوكل عليهم ربي ونسمح؟ ايوه. طيب سيدة حورية هذا ميراث ولا؟ ميراث بدهم 8 بهم. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب شوف اخوي احمد. يا سيدة حورية. نعم. ربي يعيشك وربي يسترك وربي يحفظك يعني. امين. حضرتين على سحر الرحمه ربي يرحمك صار الدنيا واخره. امين. تعطيني بك ما عندي اسئله كثيره يعني. وتعطيني بك اني تاع واحد من الشيوخ تاع المكتب يعني. انا كنت تسمح لي ربي يعيشك. انا متصل بك ما نحكمكمش. بلا جميل سيدة حورية خليك في الاتصال. هي طلعت وعيت التفتيش بس عطوني لا بأس. مرحبا بك. خليك ما تقطعيش الهاتف. وربي يحفظك
شاء الله بوسط الدنيا واخره يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. هذا واجبنا، هذا بالسيف منا سيدة حورية. خليك يعطوك رقم شيخنا السعيد ويتواصل معك ان شاء الله ويجاوبك على كل انشغالاتك. واهلا بك وبجميع المشاهدين. طيب احنا نستكفي عند هذا الحد وسنعود بعد الإجابة عن هذه الإشكاليات. نعود لصاحبة الرسالة وتفاصيلها شيخ سعيد. نعم، صاحبة الرسالة وصل بين الحديث إلى موضوع اختلاف القدرة الشرائية للعملة إلى آخره، وذكرنا هذا الشيء للتغيرات اللي تحصل في الحياة الاقتصادية. هذا الموضوع كما قلت لصاحبة الرسالة هذا موضوع عميق يحتاج إلى وقت طويل. اكتفي بهذا باش نخلي وقت للمتصلين في لقاء اليوم. الانشغال الثاني ذكرته أخي أحمد آية الدين كتبتها كاملة، وطبعا آية الدين هي أكبر آية في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 281. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين الأجل مسمى فاكتبوه. هذه فيها موضوع الرهن، فيها موضوع توثيق العقود، فيها بزاف أمور موجودة في هذه الآية. طبعا ما يسمح ليش الوقت باش نشرحها بالتفاصيل، ولكن ربي سبحانه عز وجل كي وضع هذه الآية حفظا للحقوق وتوثيقا للديون. لذلك الإنسان ممكن يموت وما خلاش وصية، لا ندري، وما خلاش شكون هما الدائنون وشكون هما المدينون اللي يسلهم واللي يساولوا، خاصة في الزمن اللي تنقص فيه الأخلاق والقيم. يقدر الإنسان خاصة إذا كان ماركانتي عنده دراهم يموت وبعدين يجيو الناس، واحد يقول لولاده حبسوا لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، يقول حبسوا قبل ما تقسموا التركة نسال باباكم 100 مليون. هو يخرج بلا كغطم بلا والو، هو يخرج يجي واحد آخر يقول لباباكم شرى من عندي سلعة ما خلصنيش واحد 400 مليون. وصلت هذه الواقع للأسف الشديد. أقول هذا الكلام من وحي الواقع. لذلك اللي يجي لازم وثيقة في يده، الريكونيسونس دو دات، يعني فيه وثيقة الاعتراف بالدين ولا يجيب الشهود. لذلك احنا في الشريعة كان قاعدة ذهبية، الأصل براءة الذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى أو على المدعي في الحديث واليمين على من أنكر. معناتها هذه الآية تحفظ الحقوق، فيها توثيق الحقوق وفيها بيان لموضوع الرهن، لموضوع الشهادة لبعض المسائل التجارية موجودة في هذه الآية. أكتفي بهذا. وفي موضوع آخر ذكرته الأخت وهو الموضوع الأخير، موضوع تأخير الحيض. ربما استمعت إلى أحدنا لا أدري من شيخ من الشيوخ يتحدث عن جواز تناول المرأة للدواء باش تأجل الحيض نتاعها من أجل الطواف بالبيت العتيق. هي تقريبا لم تقتنع بهذا، وأنا أجيبك يا أختي الفاضلة كالآتي: يجوز، أؤكد إذن الفتوى، يجوز للمرأة أن تتناول حبوب معينة من أجل باش ما يجيهاش الحيض، باش تطوف. بالك عندها 20 سنة ولا 30 سنة تستنى وقتاش تروح للبيت ربي سبحانه، هي باغية تطوف مرتاحة. ربما موضوع السفر إلى آخره في تفاصيل، يعني ممكن يفاجئها ويجيها الحيض ويجي وقت السفر وكذا، كيفاش تدير الطواف. ربما باغية تدير عمرة ثانية، باغية تدير طواف النافلة وهكذا. ربما طواف الإفاضة وهو طواف الركن كما نعلم جميعا. إذن هذا يجوز. نزيد نقول لك حاجة أخرى، يجوز حتى للمرأة باش تناول الحبوب هذه باش تأخر الحيض العادة تاعها الشهرية باش تصوم شهر كامل، شهر رمضان، ولكن بشرط. أيوة. لازم أكدوا عليه، ما يلزمش تولها عادة. يعني كل عام يجي سيدنا رمضان تروح تتناول هذه الأدوية باش ما يجيهاش الحيض باش تصوم شهر كامل. لا، المرأة ربي خلقها هكذا أنها ما تكملش شهر، تصوم واش كتب ربي وبعدين يجيها العادة، وطبعا مسموح لها باش تفطر وعادي، ما كاين حتى مشكلة. هذا لا ينقص لا من قيمتها ولا من كرامتها، ولكن إذا درت هذا الأمر أحيانا ولكن ما نقولوا مرة في الزمان فلا حرج، فقط باش ما يوليش تغيير الطبيعة نتاع المرأة ما يلزمش ديروا عادة سنوية. الرسالة واضحة أخي أحمد؟ واضحة شيخ. واضحة. والأمر أيسر إذا كان في الطواف، لأنه إذا كان رمضان يرجع كل عام وقلنا هذا الكلام. أما في الطواف بالك تصح لها مرة في العمر
صحيح. إذن لا حرج في ذلك. إذن يا أختي الفاضلة، هذا الفتوى اللي صدرت منا فتوى صحيحة ما فيها حتى إشكال، وهي تحدثت عن ليزيفي سيكوندير، يعني الآثار الجانبية لهذا الدواء، وهذه حالة بحالة. جميل. ممكن المرأة ما عندهاش هذه الآثار، خاصة ذيك المرأة مرة درتها مرة في الزمان، أما كي ديرها دائما صحيح أنه هذا قد يلحق ضررا بصحتها، والشريعة تمنع ذلك. أعتقد هذا واش كاين. إذا كان الأخت الفاضلة باغية يعني ترسلنا مرة أخرى، درك حبيت نرد لها بالتفصيل كتابة، ولكن ما عنديش العنوان تاعها ولا اسمها ولا رسالتك مأخوذة بعين الاعتبار. فمع ذلك شكرا لك يا أختي الفاضلة، وجزاك الله خيرا على التواصل. الأخت سين وبارك الله فيك. طيب شيخنا، أرى قصاصات من الجرائد فيما تصور. نعم، هذه ذكرت يعني أيضا في هذه المسألة أخرى، رجل أعمال كذا مزيف مقيم كذا وكذا، هذول اللي يزوروا واللي يكلخوا واللي يكذبوا للأسف الشديد. فلان يزور شهادة البكالوريا، بارك الله فيك، الله يفكرك بشهادة اللي نسيتها. نعم، احنا نقولوا ردا على هذه القصص اللي وجدت في الجريدة، اللي يزور شهادة البكالوريا حرام عليه. وكان اللي يزور شهادة الثالث ثانوي، يروح مثلا عند مصلحة، عند تخصص من تخصصات، مثلا لي بومبي مثلا، يقول انت باش نقبلوك لازم شهادة ثالث ثانوي، هو ما عندوش، عنده رابع متوسط مثلا، يروح يزور هذه الوثيقة. وضرك مع الوسائل الآن موجودة للأسف الشديد. نقول ما بني على باطل فهو باطل، هذا غش، الغش حرام، وخاصة كي يكون في العلم أخطر. هذا واش نقدر نقول. واللي دار هك لازم يعترف قدام ربي وعباده، ويرجع كأنه ما عندوش هذه الوظيفة، إلا بغى يصفي بينه وبين ربي سبحانه. لماذا؟ لأنه جاب هذه الوظيفة بالغش. لذلك هي جزاك الله خير، يعني هي عندها كما يقولوا حرقة على الدين. فنقول لك هذه الحرقة وهذا الغيرة على الدين، ربي يجازيك خير وربي ثقل ميزانك بالحسنات. ولكن الشرع هذا هو، ربي قال في سورة الجاثية الآية 18، قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والغاية بر الوسيلة، هذا حرام في الشريعة الإسلامية. ما نقولوش الغاية بر الوسيلة، المهم نوصل، لا، كل شيء لازم يكون نبل المقاصد تقتضي نبل الوسائل. بارك الله فيك، شكرا جزيلا شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. أعود لأذكر أن هذه الإجابات كانت لي رسالة من أخت كريمة لم تحدد لا عنوانا لها ولا اسما لها، ولكن مضمون النقاش والإشكاليات التي تعرضت لها من صميم انشغالاتنا وأعمالنا في برنامج هل سأل. مشكورة كبير الشكر، والشكر موصول لشيخنا الدكتور سعيد بوزير. السيدة أم مسلم من باتنا دكتور سعيد، كما أشرت في بداية كلامها كنا نسمعها جميعا بقلوبنا. وصراحة شيخنا أنا كنت أتمنى أن المشكلة لا تنتهي بين الزوجين، ولكن الحمد لله المطمئن أن هناك عودة للزوج، والزوج لا يمانع في ذلك، وإمكانية استمرار هذه المؤسسة الزوجية في ظلال الزوجين ومع الأولاد كبيرة. ولكن غضب الوالد، وحتى هي تحترق لأنها اتصلت اليوم وهو يهم لعمرة في رمضان، تريد طاعة، تريد وصلا، ولكن الأب يصد الأبواب. فهل تأثم السيدة أم مسلم في ذلك؟ الله يبارك فيك الأخت أم مسلم، كما قال أخوي أحمد، يعني استمعنا إليك بقلوبنا ونحن نتألم، والله يعلم أننا نتألم معك أشد الألم. لو القضية طرحت نهار اللي كان باباها يقول لك لازم يجي ماليه وماليه قال لك روحي انتيا هكذا، لقلنا الآتي، نقولوا إذا عز أخوك فهن، معنى يا ناس خافوا ربي، هذيك تغنانت ما هيش مقبولة في شرع ربي. اتقوا الله يا ناس. يعني باش تتهدم أسرة زعما الرجل المزيفة، يعني زوجها يقول لازم انت تجي ولا يجيبك باباك، ما معنى هذا؟ حقرة ولا إذلال ولا إيه؟ طيب فرضنا هو غلط، ما يجيش لغ باباك، يعني بابات أم مسلم يقول لازم هما اللي يجيو، انت ما تروحيش إلا بوجوده. علاش هذه التغنات هذه؟ وفي الأخير الدار تتهدم، الأسرة تروح. نقولوا يا ناس خافوا ربي، تغنت هذه والله ما هي مقبولة في الإسلام
الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ربي قال وقولوا للناس حسنا. ربي قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقال والله يحب المحسنين. ما معنى الله يحب المحسنين؟ معناتها ممكن باباك يطبق هذه الآية، يقول رغم أنه جابوك وربما ظلموك وحقروك، مع ذلك يقول على جال بنتي باش تكون عايشة في الأمان أنا نرجعها. وحنا كي نسمعوا باللي أنت اللي رجعتها تكبر في قلوبنا وتكبر عند رب العالمين. مقام الإحسان. مقام الإحسان. راك وصلت مقام الإحسان. الرجل نتاعو ما نقصدش حنا الجزائريين للأسف وربما المغرب العربي عموما عندنا هذه المشكلة هذه. زعما رجلة يقول صافي لازم هما يجيو وتغنات وخلي الذراري يتيتموا وخلي المرأة تتهدم دارها والعش نتاعها يتخرب. لا لا يا سيدي، نقول كي دير درجة الإحسان هو عند ربي مقامك رفيع وعند الناس نفرحوا بك. صح. نفرحوا بك نقول بجزاك الله خيرا يا فلان. ولكن الآن هي تقول أنا عايشة مع رجعت لبيتها يعني راهي لاباس، ولكن المشكلة كما قلت لكم مع أموالها. نقول للمواليك يا الأخت أم مسلم ذكرهم بكلام ربي ونبي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق إلى الذي تساءلون به والأرحام. نقرأ غير الجزء هذا الذي تساءلون به والأرحام. ربي سبحانه يحاسبنا على كل قاطع رحم. ونزيد نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش. بعرش ربي سبحانه، بعرش الرحمن. تقول لربي سبحانه يعني من وصلني وصله الله يا سعد، من قطعني قطعه الله. هذا رقم 2. رقم 3 يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. معنى باباك إن شاء الله يكون يسمع فينا ولا ذكر العمرة، ولكن إن شاء الله ربي يجيب اللي يسمع له هذا الكلام في بيت ربي باش يفهم بلي راه غلطان. يا أم مسلم باباك غلطان. المفروض يشوف أي واحد مسلم عادي يقول قبل ما تروح للمطار باش تطير لبيت ربي روح فري مشكلتك مع بنتك اللي قلبها محقور نتصمم مجروح وهي محقورة وقلبها مجروح. أتصور الآن الحالة نتاعها مسكينة أكيد بالك راهي تبكي الآن، يعني بابا راه العمرة هي اتصلت به باش تقول يا بابا ادعي لنا يا بابا اسمح لي. لا ما عطلهاش الفرصة هذه. نقول كلمة ما سمحتيلوش يعني نخاف على بابك الشيطان، نقولها على الهواء مباشرة. إلا ما سمحتيلوش يا أم مسلم لبابك أنا خايفة عليه بصراحة، لأنه الشيء اللي داروا هذا ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. ولكن بعدك نطالبك لوجه الله يا أم مسلم سمحي لبابك، قول يا بابا سمحت لك، وشوفي يماك وشوفي خوتك وكذا قدرت تتواصلي معاهم باش كي يتصل بهم لازم يبلغوه يقول بنتك كانت محروقة باغية تسلم عليك باغية تودعك كي هي كي العائلة الآخرين. هذا الكلام ربما يؤثر فيه ويتأثر وتعود المياه إلى مجاريها. وإن شاء الله ربي يهديه، ربي يهديه وربي يهديه عاجلا لا أجلا. أما أنت ما عندك حتى إثم، أنت بالعكس مع هذا الجرح اللي عندك أجر. وربي قال في القرآن الكريم في حق الصابرين قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا سعدك عندك أجر كبير، وإن شاء الله ربي يرجع المياه المجارية. أنت يا بنتي نصحك لوجه الله ما تقوليش كلام مش مليح على باباك. ربي قال لا تقل لهم أوفين، واعملي كل ما تستطيعين من أجل استمالة قلبه، وما تذكريش بهذا الخطأ لأنه خطأ يقينا ما نقدروش نسميه حاجة أخرى. وإن شاء الله العائلة تعاونك في التواصل معه باش تعود المياه إلى مجاريها، وإن شاء الله ربي يهديه. هذا واش نقدر نقول. نسأل الله أن يحقق ذلك عاجلا لا آجلا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعد بوزري وأحسن الله إليك. هلا سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. سيدة طاوس من فرنسا تسأل انشغالات ربما قضاء الصلاة هل يبدأ من صلاة الظهر بنية صلاة الظهر أم من صلاة الفجر؟ نعم. شوفي يا الأخت طاوس من فرنسا، أنت مثلا الآن بعد ما تكملي تسمعي هذا السؤال تروحي تقضي صلاتك يعني اللي فاتت الأيام الماضية. ممكن تبداي من صلاة الصبح، تصلي صلاة الفجر أو الصبح الفريضة، الظهر العصر المغرب العشاء، هاو كملتي نهار مبروك عليك. لماذا هي أول صلاة نصليها فبعد يعني نستقبل بها النهار. صح. وإذا كان بديتي بالظهر عادي
لماذا سميت الظهر ظهرا؟ لسببين. السبب الأول أنها أول صلاة ظهرت يعني هي وأول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنها تصلى في الظهيرة، هذا السبب الثالث. إذن صلي صلاة الظهر وبعدين العصر المغرب العشاء والصبح، وإذا فعلت هكذا جائز. يعني هذه جائزة وهذه جائزة، ربي يتقبل. الله يقبل إن شاء الله. طيب قيام الليل بالمصحف هل يجوز؟ وهل يجوز إذا كان يعني هي قالت بالصور الصغيرة إذا كان لا يجوز؟ إنه أيضا فيه نقاش في المساجد هنا في الجزائر، وأنت تعرف شيخنا السعيد على ضرورة أن الأئمة لا يقرأوا من المصحف، ولكن في البيت في الدار السيدة العجوز الكبيرة، أو ربما في فرنسا السيدة طاوس لا تستطيع أن تذهب إلى بيت، كيف تفعل؟ طيب طبعا في المساجد الإمام يقرأ من ذاكرته مما يحفظه في عقله وصدره. الإمام يصلي بالناس هكذا. وعادة الأئمة الحمد لله عندنا عادة حلوة، إذا كان الإمام موش حافظ كثير ولا كذا ولا يستعين يعني بالله يبارك حفظ القرآن الكريم من الزوايا والكتاتيب والمدارس القرآنية ما شاء الله. أنت في الدار عادي تدمجي بين الحسنيين. أحيانا تقومي الليل بما تحفظين، تصلي مثلا ركعتين بلا المصحف، تقرأ سورة الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم، ولو كنت تقول بعد الفاتحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله يبارك. تقرأ إن أعطيك كوثر، سورة والضحى، قل هو الله، سورة الإخلاص، المعوذات، يعني ما تحفظين. طيب ولكن قلبك مشتاق تروح لسورة الكهف العمران وكذا، لا حرج، رف ديال المصحف وقرئي من المصحف في صلاة النافلة التراويح، وهذا الأمر جائز يا أخت طاوس. طيب شيخنا سعيد، يا الأخت طاوس قالت أيضا عندي الكثير من الأسئلة، ولكن هذه المسألة متعلقة بجالياتنا في الخارج، متعلقة بأخطاء الماضي التي تصلح. الواحد يعرف بأنه مسلم وأن ما يقوم به لا يتوافق مع الشرع الحنيف، يعود إلى رشده ويصحح أخطاءه، لكن غصة في قلب السيدة طاوس من هذا الفعل، وتسأل كيف تنظرون لها؟ في الحقيقة يا الأخت طاوس، واش نقول لك بالنسبة لوليدك، كان يعيش يعني مع امرأة أجنبية بغير عقد شرعي، هذه العلاقة غير مشروعة في الإسلام كما يعلم الجميع، وما نتج عن ذلك ليس شرعيا، لأنه الإسلام لا يعترف بالنسب الشرعي خارج نطاق الزواج. واضح. الآن هي كما قال شهدت أسلمت الله يبارك، ذلك ما كنا نبغي. الحمد لله ربي تقبل التوبة نتاعها والإسلام نتاعها ما شاء الله تجري عليها أحكام الإسلام. ثم دور العقد الشرعي معناتها ما تصحيح، كل ما نتج بعد هذا التصحيح يعني بعد الفاتحة وبعد عقد الزواج خلاص عادي، ولاد الشرعيين وكذا وكذا ما في حتى مشكل. يبقى الآن بالنسبة لهذه الذنوب في الشريعة نتاعنا واضح الأمر هذا، يعني لازم يتوب والسلام، لازم يتوب عما صدر منه من سلوكات منافية للشريعة الإسلامية، رقم واحد. وربي قال عفى الله عما سلف، وقال في القرآن الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وهذا بالإسراف يعني في الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربي وعد قال لك اللي يتوب نغفر له خلاص، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إذن قول وليدك يعني يجدد توبته باش تكون توبة نصوح بشروطها الشرعية، ويكمل حياته مع هذه الزوجة نتاع زوجة بالعقد الشرعي، يعني في إطار شريعة الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل توبته وتوبتهما في سنة إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شيخنا أريد قبل الذهاب للسيدة حورية كلمة، أنه بعض الشباب في جالياتنا حقيقة فيهم الخير، ولكن ألق إن صح التعبير أو مغناطيس الحضارة الغربية أحيانا يأخذ بهم إلى متاهات قد يندمون عنها فيما بعد، ولكن بعد لأي إن صح التعبير. إلى هؤلاء الشباب ماذا تقول لهم؟ أقول لهم يا شباب في الجالية والله نحبهم ونفرح بأفراحهم ونحزن لأحزانهم، ولكن بزاف منهم اللي ضحايا الاستلاب الحضاري كما قلت، ولا هذا اللمعان
لا معان أولي والله بيلفي هذا اللي يشوفها بعض الشباب يعيش مع القورية ويديروا الحرام وكذا إلى آخره، نقول لهم اتقوا الله عز وجل سوف تندمون، ولكن الذي نخشاه أنكم تندمون حيث لا ينفع الندم. ربي قال في القرآن واتقوا يوما، معنى يجي يقينا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لذلك نقول اتقوا الله عز وجل، شدوا في دينكم وذلك عزة ورفعة لكم. التمسك بالدين عزة ورفعة وسعادة، والتملص من الدين ذل وانكسار وشقاء. هذه رسالة أولى. الرسالة الثانية تمسكوا بأصالتكم، وكل ما تتحكموا في أصالتكم ثجدي ثنا صليث نون يكون عندكم قدر عند الناس. أي إنسان يحاول يذوب يولي ما يحترموش، أليس كذلك؟ حتى ذكر رمضان أو جاي أتى رمضان كاين صنفان من الناس هذو، كاين اللي يصوم وهو خدام يحترموه يقدروه كما أعطونا شهود، يعني أعطونا شهادات كثيرة يقول كي يقدرونا ويحترمونا ويخفوا عن الخدمة، يعطيوا لهم الخدمة خفيفة ويزيد ينقصهم حتى أحيانا الساعات العمل ويزيد لهم الشربة سخونة، يعني رابحين في كل شيء. والزريعة هذوك اللي يحب ينح من جلده يبان زعما سيفيليزي يتخلى على دينه وكذا يحقروه يزيدوا عليه الخدمة، يزيدوا على الخدمة بالك وما يكون لا شرب لا والو. لازم يكون عندكم عزة بأصالتكم. وهذا الأخطاء تقع خاصة من الشباب. نقول ربي يهديكم، تبعوا طريق السلامة، طريق السلامة اللي ما فيهش ندامة إن شاء الله. ربي يهدينا جميعا سبل السلام. شيخنا شكرا جزيلا. سيدة حورية كانت حاملا ونذرت، يبدو هي لم تقل نذرا ولكن زردة في سبيل الله، ولكن الطفل كبر الله يبارك، عامين، هي تريدها عقيقة وزوجها يريدها زردة. لا العقيقة أقيمت ولا الزردة أقيمت والسيد كبر 2 و4 أشهر. والله ممكن تجمعوا بين النيتين، يعني العقيقة الزردة، يعني ذلك 2 و4 أشهر. يا عجبا. احنا قرينا الآية قبل حين الأخت حورية، ربي قال في سورة القاف، راهي في سورة القاف الصفحة اليمنى كتلقايها الآية 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء محسوب. الله يبارك. انتوما كي كنتي حامل تمنى أو تمنيتي وهو قال ندير زردة وربي سبحانه وتعالى. إذن احنا ذكرنا موضوع أحكام النذر وكذا فيما سبق باش نربح الوقت. على كل حال يعني لابد من هذا الأمر لازم يتم، يولي نذر، هذا نذر صحيح. وأنت ديريها بنية العقيقة يعني، وهو يديرها بهذا ويجمع بين النيتين، ليس في ذلك حرج. يعني هي زردة لأنه العقيقة فيها اللحم وفيها كذا وفيها ذبيحة، والشروط نتاع الشروط كما نتاع الأضحية هذه أمور فصلناها فيما سبق ولازم تديروها. لو كان يا ريت تندر في اليوم السابع 7 أيام ولا 14 21، ولكن ذوك فاتوا 2 و4 أشهر وحتى الآن إن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله. ديروها بهذه النية العقيقة وربي يتقبلها أخذا بالرأي الفقهي الذي يجيز ذلك. نعم. طيب بارك الله فيك. قضية لأنه كان آراء فقهية شيخنا كنت تقصدها يعني ضمن المتعلقة بأنه لا عقيقة بعد 21 يوم. لا 21 يوم. لذلك احنا اسمح لي أخي أحمد الخلافات الفقهية أخي أحمد الفقه نتاعنا واسع، هذا ثرى. إذا كان نفتيو بالعزائم نفتيو برأي الجمهور، ولكن كي نلقى حالة معينة كما هذه نوسعوا لهم، نوسعوا للناس، فلا نضيق واسعا ولا حرج أن نستأنس ببعض الآراء الفقهية التي ذكرها بعض العلماء، يعني خروجا من الخلاف. بارك الله فيك شيخنا السعيد. الأخت حورية عن زوجها الذي يلقى ظلما ربما من أخيه المتمسك أو المتحكم في كل شيء، حقه يعني قال له سحبوا الشكوى نعطيكم حقكم، سحبوا الشكوى لا شيء. تقول يبدو هي تقول ما هو التصرف الصحيح في هذه الحال؟ التصرف الصحيح فيه 2 أمور. الأمر الأول بعثوا لهم ناس مؤمنين من العائلة، قال يا فلان يا فلان يا فلان أروحوا نجلسوا نريحوا باش نقسموا التركة على حسب شرع ربي سبحانه. وهذا هو اللي ندعو إليه، لأنه ربي سبحانه هو اللي قال نقسموا التركة، هو اللي قسمها ربي سبحانه، قالنا طبقوا برك، طبقوا كما قال ربي والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب علاش قلت لك تشوفي العائلة ولا لماذا؟ لأنه ممكن الآن كان تغنت، نرجعوا للتغنت هذيك
هذيك التغنات اللي تخلي الإنسان يدي التركة ويستولي عليها وما يردهاش، ويزيد يدير شونطاج وكذا وسحبوا الشكوى باش نقسموا، بعدين ما كاش قسم. طيب إذا كان هو رفض هذا الأخ اللي حقر، والحقرة حرام، وتزيد الحرمة أكثر يتعلق الأمر بالميراث، يعني الحقرة كاع مش مليحة، حرام، وحرام كثر إذا كان واحد يتعدى على مواريث الناس بغير وجه حق وبغير طيب نفس، من غير طيب نفس، أو باستخدام سيف الحياة، كل هذه، أو باستخدام الشونطاج، والشونطاج لا يجوز، باش يفهموا الناس هذا الأمر لا يجوز. ربي اللي قسم التركات، إلا ما كاش درتوها الطريقة نتاع الخير، طريق الودي، إلا ما كاش الأمر ما فاتش الأخت حورية، زوجك يروح يرفع دعوة قضائية أمام المحكمة المختصة للخروج من الشيوع، راهم ضرك في الانديفيزيون، توصل القضية للمحكمة، وبإذن الله القانون تاعنا في هذا الأمور كيما الشريعة تاعنا كيف وزوجك يدي حقه كيما هو، كيما خاوته، على حسب الفريضة الشرعية والسلام. وثم إذا كان صار تعدي، نعم تكون شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية، وطبعا تكون متابعة جزائية، وقانون الإجراءات الجزائية قانون العقوبات فيه تفاصيل في هذا الموضوع. بارك الله فيك شيخنا السعيد. جزئية اسمح لي، أو تعميما للفائدة كما نحب أن نطرحها أحيانا، ما يتعلق بالأخوية التي تضيع في تفاصيل الطمع. يعني نحن مجتمعات مسلمة نؤمن بأن الأخوة، خاصة أخوة النسب والدم، أقوى قيميا، أقوى رابطة من حديث آخر. لماذا تضعف هذه الأواصر أمام مال فان بالضرورة؟ عليك نور، بارك الله فيك. الجواب يا أخي أحمد، هنا الشيطان والنفس يعني يدخلوا، وهو عارين في زوج كي كان باباهم ممكن يكون عندهم أخوة والقدر والاحترام والعيد ورمضان والزيارة والأرحام ولا باس وعيط ما شاء الله. بعد الوفاة نتاع الوالد يولي المال بدل أن يكون سببا للسعادة، الله يبارك عندهم مال، باباهم مات الله يرحمه، ولكن هذاك المال يقتسموه، اللي ما عندوش طوموبيل يكون عنده طوموبيل، اللي ما عندوش دار يكون عنده دار، في أموال، ولكن يتحول هذا المال إلى نقمة. إيه السبب؟ الشيطان والنفس، الطمع. علاش القرآن الكريم كيقسم التركة باش كل واحد ياخذ واش عطى لربي، كما يقول لك في الدارجة، كل حقك واغمض عينك، تشلحقيش تقنض ثيطيك. إذا كان واحد عنده القناعة كما قال الإمام الشافعي، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ولكن الإنسان كي يكون طماع يولي يدي بزاف، يولي خاصم خوه ولا خاوته ولا اخواتاته، ويدير قيرا. نقولوا يا ناس اتقوا الله، قسموا التركه، قسموا الاراضي، قسموا دراهم، ما تقسموش الاخوه. الاخوه ثاقمات نورمال تكون هك. الاخوه للاسف الشديد ربي يهدي مخلق، والدنيا كما قلت فانيه يا حسره. فيه مثل بالقبائل يا سي احمد نقولوا ثمورث تبديل مولان، الارض تبدل مولاها، هذا يورث وبعدين يموت يخلي لها الاخر حتى يورثها ربي قال ولله ميراث السماوات والارض. شكرا لشيخنا فضيلة الدكتور سعيد بوزري، شكرا لكم على وفائكم، نلقاكم بخير وعلى خير، السلام عليكم.